تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وإليكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. يصحبكم في جولتها نور الدين خليفة، وأستهلها لكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انتظام النشاط الزراعي في حقات. تنظيم مهرجان الإريتريين في هولندا. أكثر من 200 من المنخرطين في الحملة الطلابية الخريفية يتلقون دورة تأهيلية. الإدارة الأمريكية توافق على بيع أسلحة لتايوان. ترامب ينتقد بشدة إدارة تيريزا ماي لعملية بريكزيت. وأكبر بنك ألماني يلغي 18,000 وظيفة. وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة إلى حضراتكم سيداتي وسادتي. الأنباء بالتفصيل. أكد مزارعو مديرية حقات على إكمال أنشطة الحراثة سريعا لتقديم الحكومة جرارات بأسعار مناسبة. وأوضح المزارعون بأن تأخير قدوم الجرارات في السنوات الماضية كان يعرضهم لتأجير الجرارات الخاصة بأسعار عالية أو تفويت موسم الحراثة، مشيرين إلى توفير الحكومة الجرارات بسعر 350 نقفة للساعة. وذكر خبير النباتات في مكتب وزارة الزراعة بمديرية حقات السيد طعم مالو عن وجود مساحة تقدر بأكثر من 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية في المديرية، وأن 15,000 منها تحرث وتزرع بالجرارات. وأوضح أن الأولوية في الحراثة منحت للمناطق البعيدة، مؤكدا كفاية الجرارات لحراثة كافة الأراضي الزراعية، وداعيا مزارعي المناطق التي لا تستطيع الجرارات دخولها الحراثة بالوسائل التقليدية. وقد تم حاليا حراثة كامل الأراضي الزراعية في ضواحي بقو وقلاس وأشرة وشبغ وعد عمر وعد أري والمنطقتين الأولى والثانية لمدينة حقات. وتعمل الجرارات في حراثة أراضي ضواحي حشيشاي وفانا وبادوب وعد فاكاي وأونجلي. نظم مهرجان الإريتريين المقيمين في مدينة رايسفايك الهولندية في الفترة من 5 وحتى 7 من يوليو الجاري. والمهرجان الذي شارك فيه سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد ناغاسي كاسا وجماهير غفيرة من مختلف المدن الهولندية وغيرها من الدول الأوروبية، حفل ببرامج وفقرات تعليمية وترفيهية للأطفال والشباب والكبار. وألقى رئيس لجنة الاحتفالات في هولندا السيد ميكيل تسفا مريم كلمة ذكر فيها أهمية المهرجان في واحة للتجمع الإريتري الوطني وتوريث الثقافة والقيم، مناشدا تعزيز دور الخبراء باعتبار أن توسعته وتزيينه أكثر تتطلب مشاركة الجميع. من جهته أشاد قنصل إريتريا في هولندا السيد سلمون محاري بمساهمة الإريتريين في هولندا الفعالة وروح التصدي العالية خلال السنوات العشرين الماضية، معبرا عن أمنياته الكبيرة في أن يعزز في المرحلة المبشرة الجديدة مساهماتهم وتقوية تأطورهم وتجمعهم. وقال السفير ناغاسي في السمينار الذي عقده حول الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الإقليمية: لقد تجاوزنا المرحلة المتشابكة والصعبة بفضل صمودنا ومثابرتنا، وبلغنا عهد رخاء وسخاء جديد، مشيدا بالروح الوطنية الثابتة لإفشال العدائيات والمخططات وحماية السيادة والتصدي. وذكر السفير ناغاسي عن تسيير جهود دبلوماسية منسقة وجادة لتطوير الاحترام المتبادل لحسن الجوار وتحقيق تقدم مشجع لخلق الشراكة الإقليمية وتعزيزها. وحفل التجمع الوطني الذي استمر ل3 أيام ببرامج ثقافية وفنية قدمت بواسطة الفنانين الإريتريين المقيمين في هولندا وكذلك الفنانين الذين انطلقوا من إريتريا. قدمت دورة تأهيلية نظرية وتطبيقية حول سلامة قوانين المرور ل206 من الطلاب المنخرطين في الحملة الطلابية الخريفية. وتم تنظيم الدورة التي استغرقت أسبوعا واحدا بالتعاون بين الجمعيات الوطنية للسلامة المرور وشرطة المرور في الإقليم الأوسط. وأوضح قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط المقدم تادس برهانه بأن الدورة تساعد الطلاب علاوة على أنشطة احترام قوانين المرور التي يقدمونها في الطرق، تساعدهم على اكتساب معرفة بدائية لقوانين المرور، داعيا للتعاون معهم. من جهته قال رئيس الجمعية السيد استيفانوس هابتماريام
إن المعرفة التي اكتسبها الطلاب تعزز وعي المجتمع وخاصة الأسر. من جهتهم أشار المنخرطون في الحملة الطلابية الخريفية إلى الدورة التي مكنتهم من التعرف على أن سلامة المرور تعني سلامة الحياة والممتلكات، وتعزيز فهمهم فيما يتعلق بالقوانين المرورية، مؤكدين العمل بتفان وإخلاص. يقوم سكان مديرية تسنة ضمن الاستعدادات المنتظمة في الخريف لحفظ المياه بتنظيم أنشطة نفير من أجل تمهيد الأراضي الزراعية. وكان الهدف الرئيسي للأنشطة الجارية في ضواحي علي قدر وأنجحاي وفانكو هو الاستفادة المثلى من الأمطار بتمهيد الأراضي الزراعية ومضاعفة الإنتاج، حسب ما أفاد به خبير حفظ المياه وحماية التربة المهندس مرهوي جبر ميكائيل. من جانبهم قال المشاركون إن النشاط الزراعي الذي لم تجرى فيه استعدادات مسبقة كافية لا يمكنهم من إنتاج محصول وفير، موضحين عن العمل بتفان وإخلاص والمساهمة الفعالة لتمهيد أراضيهم الزراعية مسبقا من أجل استقرار بيئتهم. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي. رجاء ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يوم الاثنين إن وزارة الخارجية وافقت على بيع دبابات أبرامز وصواريخ ستينجر وعتاد مرتبط بها إلى تايوان في صفقة قيمتها 2.2 مليار دولار. وكانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت الشهر الماضي عندما نشرت لأول مرة تقارير بخصوص الصفقة المحتملة إنها قلقة بشدة بشأن مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي. وحثت الولايات المتحدة على وقفها تجنبا لإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان إن مبيعات الأسلحة التي طلبتها تايوان، وتشمل 108 دبابات من إنتاج جنرال داينامكس و250 صاروخ ستينجر، لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة. والولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للسلاح إلى تايوان التي تعتبرها بكين إقليما منشقا، ولم تستبعد الصين استخدام القوة لإعادة الجزيرة تحت سيطرتها. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنديده بطريقة إدارة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لعملية البريكزيت، وحملها مسؤولية الفوضى القائمة حاليا، معربا عن سروره لرحيلها القريب. وقام ترامب على تويتر بانتقاد أسلوب معالجة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنها تجاهلت نصيحته. وأعلن ترامب أنه لن يجري من الآن فصاعدا أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطن كيم دراوش، وذلك في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن وتضمنت تشكيكا بقدرات ترامب على الحكم. وتأتي تغريدة ترامب بعد يومين على قيام صحيفة ميل أون سانداي بنشر مذكرات أرسلها السفير إلى مسؤولين في لندن يعتبر فيها أن الرئيس الأمريكي يفتقر إلى الكفاءة. وجاء كشف المذكرات في وقت تأمل بريطانيا في إبرام اتفاق تجارة مهم مع أقرب حلفائها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 31 من أكتوبر. في ألمانيا، حيث بدأ دويتشا بانك تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في بنك استثماري منذ توابع الأزمة المالية العالمية، والتي تتضمن خفض 18 ألف وظيفة عالميا باستبعاد أطقم كاملة من عملياته في آسيا، وهو ما دفع أسهم البنك الألماني للارتفاع في التعاملات قبل فتح السوق. وأعلن البنك خفض الوظائف في إطار خطة إعادة هيكلة ستصل تكلفتها في النهاية إلى 7.4 مليار يورو، وستشهد تراجعا عن عمل استمر لسنوات استهدف جعل بنكه الاستثماري قوة كبيرة في وول ستريت. وفي إطار الإصلاح سيتخلى البنك عن أنشطته للأسهم العالمية، وسيقلص بعض العمليات في خدمات الدخل الثابت، وهو مجال اعتيد على اعتباره إحدى أكبر نقاط قوته.
ولم يعطي دويتشا بانك تفصيلا جغرافيا لخفض الوظائف، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون الغالبية العظمى في أوروبا والولايات المتحدة. خبرنا الأخير في إسبانيا، حيث انطلق مهرجان الثيران الشهير في إسبانيا، وجرح عدد من الأشخاص أثناء الجري مع الثيران في شوارع مدينة بامبلونا شمال البلاد. وخلال المهرجان الصيفي الذي يستمر 9 أيام، تطارد ثيران يزن كل منها نصف طن المشاركين الذين يركضون مرتدين أوشحة حمراء في شوارع بامبلونا وسان فيرمن. ويعد المهرجان الأشهر بين عدة مهرجانات للجري مع الثيران تقام سنويا في أنحاء إسبانيا وتجذب الآلاف من المشاركين. ويقام هذا المهرجان منذ العام 1591. بهذا مشاهدينا الكرام، وصلت بكم إلى ختام نشرة الأخبار لهذا المساء. تحية لكم من الفضائية الإريترية، إلى اللقاء.